مرحبا، اليوم جايبت لكم طريقة الزعتر الفلسطيني والمكوناته جدا سهلة ورح نسمي بالله ونبلش. عنا الزعتر الأخضر المنشف مطحون، هاي الطحنة ممكن تفركيه بين إيديكي طحنة أنعم، والزيت الزيتون البلدي والسماء البلدي والسمسم أنا حمصته بالبيت على مقلة تيفال، ظلت أحرك فيه لأعطاني هذا اللون الذهبي اللي بجنن. وعنا معلقة ملح ليمون ومعلقة ملح كبيرة. رح نسمي بالله ونبلش. هلا انا عملت هيك، ممكن تفركيه اكتر كمان. رح احط السمسم اول، شايفين كيف؟ رح اجيب السماء، شايفين لونه شهي حامض ما شاء الله. ورح احط ملح ليمون معلقة ومعلقة ملح، رح احركهم ببعض، وبالاخير رح ادير زيت الزيتون. طبعا في عنا زعتر اكسترا بضيفوا عليه مكسرات اللي هي بزر، تقضامة، بطحنوها مع الزعتر، بكون هذا الزعتر اكسترا فيه مكسرات. بس انا عشان اولادي صغار معودهم على الاشي هذا بدون اضافات، بعمل الي بحط عليه قضامة والبزر والمكسرات الجانبية. طبعا كلها بتكون محمصة وجاهزة، تكون قاسية عشان تضلها قوام الزعتر البقرش لذيذ جدا. هلا رح احركه كويس، وبالاخير رح اضيف الزيت الزيتون. هلا بعد ما حركته كويس رح اضيف زيت الزيتون، شوفوا لونه ما شاء الله، رح نوزعه هيك. وهلا رح احركهم كويس. بحس خلطة الزعتر لما تحطيها في المرتبان ثاني يوم تتخمر وبتعطي النكهة اطيب، وكل ما كان مالح كل ما كان ازكى وحامض. خليني اخلطهم كويس ونعطيكم النتيجة بالاخير. رائعة. هيك عبيناه بالعلبة. طبعا بتقدري تلبكيه ببعض، شايفين كيف رائعة النتيجة ما شاء الله. وبتحفظيه بغطايا وصحة 100.